السلام عليكم. السلام عليكم على الناس اللي وحشتوني، وحشتوني بجد بجد بجد. وبتوحشني قوي قوي كومنتاتكم اللي هي بتبقى بالنسبه لي. عايزه اقول لكم كده الحاجه اللي بترد روحي كده لما بشوفها. يعني انا زي ما قلت لك كل شويه اروح ماسكه الموبايل كده واشوف حد باعت لي كومنت ارد عليه. انا ما بسيبش ولا كومنت من غير ما ارد عليه مهما كان، وانا بتقبل اي نقد. والحمد لله الحمد لله، ربنا يجيب يا رب المحبه يا رب. انا عايزه اقول لكم على موضوع كده، يعني هو غريب، بس هو بالنسبة لي أنا حسسني براحة نفسية. يعني أنا كنت راكبة مواصلات وفي بنتي ركبت جنبي، يعني هي في عمر التلاتينات كده، 32 33 حاجة زي كده. فلقيتها عمالة بتبص لي كده، فبتقول لي أنا عارفاكي. فقلت دي ممكن تكون من عندنا من الحتة. أصل أنا بالنسبة للحتة يعني كده أعرف الناس بالشبه. يعني مش متداخلة مع الناس وكده، أعرفهم بالشبه. بقول لها اهلا وسهلا، هو انت ساكنه في الحته؟ قالت لي لا لا لا، انا عارفاكي لان انا بشوف لك فيديوهات على النت وبحب اسمعك. فانا قلت لها دي حاجه، دي بسطتني جدا. بص بقى اتمرعت وحسيت ان انا في لحظه واحده كده ده فاتن حمامه. فالمهم قعدت بتتكلم، فبتقول لي انا كان نفسي فعلا ان انا ابعت لك، بس انا لقيت ان انا هبعت لك هحكي موضوع كبير. فالحمد لله ان انا ربنا اراد ان انا ابقى وجها لوجه كده واكلمك. قلت لها اتفضلي يا حبيبتي، طبعا دي حاجه تسعدني. فبتقول لي ان هي كانت متجوزه، وقعدت متجوزه 6 سنين وخلفت بنت. بس جوزها اولا بيشرب. هي ما كانتش تعرف الموضوع ده عنه. بيشرب، ويعني حد بيضيع فلوسه من الاخر على مزاجه. وبدأ بقى يبص لها ان هي بتشتغل، وهي بتشتغل ودخلها على قد، يعني على قد كده كويس مش وحش، يعني ماشي الحال معاها والحمد لله متراضيه. فهي بتقول لقيته بدأ يبص لفلوسي، وبدأ بقى مشاكل وقلة أدب وضرب، وما يصرفش جنيه في البيت. بس المهم هو عايز مزاجه وياخد فلوسي اللي بشقى بيها يضيعها على على الزفت اللي بيطفحه. فقالت من هنا لهنا، قعدنا تدخل ناس كتير لغاية لما ربنا كرمها واتطلقت منه. خير وبركة في الحالات دي. الطلاق بيبقى حل كويس. ما مش هتفضل طول عمرها هي تشقى عشان عجل يطفح. فالمهم راحت بتقول لي خدت بنتها وقعدت بيها عند والدتها. فهو قال لها انا مش هدفع جنيه، مش هيدفع جنيه في مصروفها، وعايزه البت اندغيها. ده كلامه بالنص، اندغيها. فهي قالت انا والدتي عايشه لوحدها، لان اخواتها اتجوزوا ووالدها توفى، وهي امها عايشه لوحدها لان اخر اخت من اخواتها لسه متجوزه قريب. فهي قالت كويس اقعد مع امي اونسها، وبنتي تخلي بالها منها وهي تخلي بالها من بنتي، وانا اصرف وبرضه ونعرف يبقى كده ارتحت من وجع القلب ده. فهي بتقول لي انا متطلقه من 3 سنين ومرتاحه نفسيا ومرتاحه، ولا بشوف وشه ولا بيشوفني، ولا حتى مره واحده قلبه رق وقال لي اشوف البيت. خايف لان انا اقول له هات فلوس، بس انا بشتغل وبصرف عليها، وامي شايلاها في عينيها. بس ظهر لي واحد من ناحيه الشغل عندي، هو مش شغال معايا بس شغال قريب مني كده. فلقيته في الرايحه وفي الجايه عينه عليا، واخرج من الشغل قال لي واقف قدام الشغل. فمن هنا لهنا بيني وبينكم انا حسيت ان هو مهتم بيا. اتكلمنا مع بعض، اتكلمت معاه واتكلم معاها، خرج معاها خرجت معاه. فهي حست انه بيحبها. فده خير وبركه. طب وانت وظروفك ايه؟ انا معايا ولدين ومطلق بقالي 4 سنين وعايش لوحدي. طيب ومش عارف ايه. طب وما خليتش عيالك ليه؟ لا ده انا مراتي بني ادمه ما بتطقش، وعلى طول وشي نكد، وعلى طول هات هات، وما بتقدرش ظروف وما بتقدرش الحجه اللي معروفه. دي معروفه، ما فيش واحد هيكلم واحده ولا يمشي بواحده الا لما يقعد ياكل في دماغها ويقول لها اصل انا مراتي مورياني الويل، اصل دي سقياني المر، اصل انا عايش مع بومه. مش هقول لك ابدا انا معايا نانسي عجرم ولا هيفا وهبي، لا 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 لا، لازم يطلعها لك بومه. عايش مع سكينه ولا ريه، مش عايز مع بني ادمه شايله في عينيها.
المهم فبقول لها انا مطلقها من 4 سنين وشغال سواق وربنا مرضيني، فايه رايكم مش عارف ايه فبتقول له عشان قال لها وانا راضي، وانا راضي، انا عندي شقه بس انا ممكن اروح اعيش معاكي عند امك او تيجي تعيشي معايا او مش. فهي قالت له حاضر افكر. فلاجل الصدفه البحته خالص عشان هي بني ادمه ضميرها كويس وفعلا شقيانه وتعبانه، فربنا عايز اراد يكشفه لها. فوهي ماشيه بالصدفه خالص كده قابلت واحده صاحبتها بتسلم عليها وهو كان ايه، كان معاها. فلاحظت ان هو تو ما شافها وشه اتقلب، وشه اتغير كده وراحت مسلمه عليها ومش عارف ايه وسلمت عليه ومشيت. فبعد ما مشيت فبقول لها انت تعرفيها منين؟ قالت له صاحبتي. قال لا لا مش عايزه تتكلمي معاها، دي بني ادمه سلوكها وحش واخلاقها زي الزفت ومش. وراح عامل لها ايه، مضحك. فهي تو ما قال لها الكلام ده هي الفار لعب في عبها، لان دي صاحبتها من زمان قوي وهي تعرفها وتعرف اخلاقها. وبعدين خلي بالكم الستات عندهم حاسه سادسه، يعني سهل قوي ان هي لما تشوف واحده مش حتى تعاشرها بتعرف بتقراها بمعنى اصح. دي بقى حكمه ربنا بتقراها. فهي ايه كانت معميه في ده ما عرفتش تقراه، لان هو ايه واحده زي ما نقول كده كانت عطشانه لان حد يقول لها انا بحبك، كان نفسها تحس ان في حد مهتم بيها. فظهر لها ده طبعا روميو ده. فهي بصراحه عميت خالص زي ما بيقولوا كده ملايه الحب عاميه، فهي عميت. المهم راحت هي متصله بصاحبتها قالت لها انت تعرفي اللي كان مش معايا؟ قالت لها اه مش ده ابو فلان؟ قالت لها اه ده فلان ابو فلان. قالت لها اه عارفاه. قالت لها تعرفيه منين؟ قالت لها ده ساكن قريب من عندنا من عند الشارع. قالت لها عارفة. طب ايه رأيك في تعرفي مشكلته مع مراته تعرفي طلقها ليه؟ قالت لها مين قال لك انه مطلقها؟ لا ما طلقهاش، مش مطلقها، ده ساقيها المر، ساقيها المر ومطلع عينها ومطلع عينهم وعامل ومسوي. الله مش دي اللي كانت بومه؟ فهي بتقول لي بعد كده واجهته، قام قال لها بصي انا ما بصراحه خفت اخسرك، خفت اخسرك، لان مش كل مره الواحد يقدر يقابل واحده زيك ويقدر يقابل واحده في اخلاقك ويقدر يقابل مش عارف ايه. انا يا ستي طالما ان انا قادر اصرف على بيتين انا ما اقدرش ارميها عشان ولادي مش عشان خاطرها. هل يرضيك ان انا ارميها عشان ولادي؟ هو انت تقدري زي ما جوزك عمل فيك ورماك ببنتك انا اعمل كده؟ فهي بصراحه بتقول لي انا بين نارين مش عارفه اتصرف. لا يا حبيبتي انت مش بين نارين، ده انت الحمد لله او ان انت على البر، الحمد لله ان انت انت على البر. ده انت بنت قلبك ابيض كده وامك دعيالك، انت مستنيه تعيدي الكره تاني وتشربي نفس المرار تاني؟ لا يا حبيبتي اوعي، نصيحه مني انا، نصيحه مخلصه من امي كده، اوعي تخطي الخطوه دي، اوعي تخطيها. قولي له معلش انا صليت صلاه الاستخاره وانا اسفه وخلينا كده اصدقاء اخوات، ويعني سنجفيه بكلمتين عشان ما يقعدش يتنطط لك، واقفلي الموضوع ده. كان نفسي اقول لك غيري الخط بتاع التليفون او كسري الخط وابعتي نمره جديده، لكن للاسف انت بتقولي ده عارف مكان شغلك، فمش هتعرفي تتكلمي غير بلسانك ومش هتعرفي تقفلي الموضوع ده غير انت. قولي له انا ما بفكرش في الجواز، ولو فكرت مش هلاقي احسن منك، واوعي تخطي الخطوه دي. بلاش تتلسعي من نفس زي ما بيقولوا اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. لا ده انت هتحطي ايدك في المره دي في الزيت المغلي، لان ده اللي هتشقي بيه هياخده وياكله ياكل بيه مراته وعياله مش انت. شكله بنت تستهبلك ولا حاجه. نصحي شويه بقى، نصحي شويه. يلا يا ريت تردي عليا كده وتقولي لي عملتي ايه. سلام عليكم.